بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث عن تسمية الحروب الصليبية في المصادر. أما ما اصطلح على تسمية هذه الحروب باسم الحروب الصليبية فإنه لم يرد في المصادر المعاصرة للحروب الصليبية، سواء كانت مصادر عربية أم يونانية أم لاتينية أم سريانية، كلمة صليبي وصليبيون. فالمصادر الإسلامية ذكرت اسم الفرنج أو الإفرنج، في حين ذكرت المصادر اليونانية اسم اللاتين. أما المصادر اللاتينية فقد ذكرتهم باسم المؤمنين والفرنج وجند المسيح. وتعتبر كلمة صليبي وصليبيون استخدام حديث ظهر عقب تطور الدراسات التاريخية، وصار لصيقا بهذه الجماعات التي خرجت من غرب أوروبا بناء على دعوة البابا أوربان الثاني، الذي أشار بأن يتخذ المشاركون في هذه الحرب شارة الصليب شعارا لهم ويعلقوها على كتفهم الأيسر، متخذين أيضا عبارة هذه إرادة الله، هذه إرادة الله، هذه إرادة الله، هتافا لهم. وإلى اللقاء في الموضوع القادم إن شاء الله تعالى، وشكرا على حسن استماعكم.